عندي ليك نصايح ممكن تفرق معاك جدا وتساعدك على رسم الخطوط العريضه لبدايه مشوارك في الدبلومه الامريكيه. نقول مبروك نجاحك في الاعداديه وتحويلك للدبلومه الامريكيه وبقيت رسميا خلاص طالب جريد 10. قطعا ان انت دلوقتي بتسمع مصطلحات كتيره قوي مش فاهمها زي التوثيق ومحاولات واي اس تي وديسموس وما الى ذلك، والحاجه الثانيه كمان عندك نوع من التشتت، مش عارف تبدا ازاي وامتى ومع مين وتعمل ايه بالظبط. خليك معايا في الفيديو ده للاخر، عندي ليك نصايح ممكن تفرق معاك جدا وتساعدك على رسم الخطوط العريضه لبدايه مشوارك في الدبلومه الامريكيه. مبدئيا كده الدبلومه الامريكيه برغم سهولتها الا ان تفاصيلها كتير جدا، فمستحيل تلم كل التفاصيل دي من مجرد فويس نوت على الواتساب او فيديو. انت محتاج تسمع كتير وتسال كتير ناس ثقه، اسال زمايلك الاكبر منك في المدرسه، اسال مدرسينك، اسمع فيديوهات، الكورسات اللي بتاخدها ممكن تسال فيها، وقدامك سنه كامله تلم معلومات لغايه ما تفهم التفاصيل كلها. الحاجه الثالثه المهمه جدا انك اوريدي جاي من نظم تعليميه قويه جدا سواء اي جي او ناشونال، فاحنا كمدرسين بنبقى عاوزين نحافظ على المعلومات اللي انت جاي لنا بيها دي، ومجرد بس ان احنا بنعرفك طريقه اسئله الامريكان عامله ازاي وازاي تظبط الوقت وحاجات تانية كده خاصه بالامريكان، ومش بنضيف على معلوماتك حاجات كتير. عشان كده انا نصيحتي لطالب جريد 10 انه يبدا كورسات تاسيس بس بالراحه. انت مش محتاج الكورسات اللي بتبقى مرتين وثلاثه في الاسبوع لانك هترهق نفسك بعدد حصص ملوش لازمه. كفايه قوي كورس ماث مره واحده في الاسبوع وانجلش مره واحده في الاسبوع، وبدل ما الكورس بيخلص في شهرين ونص يخلص في 5 شهور، احنا ما وراناش حاجه. كورس التاسيس اللي بالراحه ده مش هيخليك تحس باي لود، هيساعدك جدا في المنهج اللي بتاخده في المدرسه، ثانيا هيحافظ على المعلومات اللي انت اوريدي جاي بيها. ولهذا انا كل سنه بعمل لجريد 10 مخصوص مواعيد معينه. اول ميعاد هيكون في شهر اكتوبر باذن الله بمعدل حصه واحده بس في الاسبوع لمده 5 شهور، وتاني ميعاد هيكون في نص السنه برضه حصه واحده بس في الاسبوع لمده 5 شهور، واعاده كورس البيزكس معايا بتكون مجانيه. انتظر قريبا هنعلن عن كورس البيزكس جريد 10 باذن الله في شهر 9. ولو لسه عاوز معلومات عن الامريكان دبلومه قريب جدا جدا هنعمل ويبينار زي اللي اتعمل قبل كده نشرح لك فيه كل الدبلومه الامريكيه ونجاوب فيه على اسئله اولياء الامور والطلبه، وتخرج من الويبينار ده تقريبا عارف كل حاجه ومطمئن تماما. اكتب لنا بس تم في التعليقات واحنا هنبعت لك التفاصيل. مستنياك.